محمد صالح المنجد. وهذا الرجل كما تعلم أو لا تعلم هو من سوريا، فاستوطن السعودية وكان يعمل مع حزب الإخوان. وعمله مع حزب الإخوان مع وجوده في السعودية يقتضي أن لا يظهر منهج الإخوان، المنهج القطبي، ولذلك عرف حاله من خلال الدعم الذي يدعمه لدعاة السرورية في بلاد أخرى خارج المملكة، يرتب لهم رواتب ويوظفهم بوظائف حتى يشتغلوا له وحتى يعمروا موقعه الإلكتروني. فلم فأمره وافتضح أمره تم القبض عليه كما هو معلوم. فهذا لا يظهر ما عندهم العقائد التي يظهرونها في بلادهم. وهكذا هذا السوري المنجد، فإنه استطاع أن يخفي نفسه سنوات طويلة ولا يظهر منه أنه على المنهج القطبي، بل أن هؤلاء من حنكتهم ومكرهم يتوزعون حتى عند العلماء والمشايخ، وربما حصلوا على بعض التزكيات منهم. محمد بن صالح منجد ما كان له دور في انتقاد الإخوان والقطبيين والتكفيريين وداعش والنصرة فيما قاموا به من الثورات التي حرقت بلاد المسلمين، فكان يغذيهم وعرف من يغذي واكتشف أمره، بينما هو لا يتظاهر بذلك لأنه كما قيل سكن المملكة فتنجد، أي أظهر كأنه مع العلماء وعلى منهجهم وعلى عقيدتهم، وهو ليس كذلك. فهذه إن شاء الله ستكون أكثر من تسجيل أذكر